السلام عليكم، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، متهنين مرتاحين. كما كتشوفوا قدامكم ان شاء الله غادي نديروا واحد شويه ديال المهم صدور الدجاج على الطريقه الكوريه ولا الطريقه الصينيه، كل واحد من كينسبها. المهم كيجيو زوينين، كيجيو سويت اند ساور، يعني حلوين وحامضين، كيجيو معلكين وزوينين مع الروز، ساهلين. 10 دقائق تكونوا واجدين، اقل من 10 دقائق كاع. المهم هنا كنحتاجو صدور الدجاج. انا غادي ندير غير شويه، كميه قليله، كل واحد يدير الكميه اللي على قدو اللي تكفيه. لكن هاد الوصفه الاغلبيه كتكون بصدور الدجاج. اللي بغى يديرها بالدجاج بالعظيمه تيقطعها صغيره حتى هي كتجي، ولكن في الاغلبيه كيكون غير الصدر ديال الدجاج. انا جربتها بالعظيمات حتى هي جات زوينه. ممكن ناخذ الصدر كنقطعوه بحال هكا مكعبات، شويه كبار ماشي كبار بزاف، متوسطين باش يدخل فيهم القليان ويجيو مقرمشين. الطريقه هي باينه قدامكم، سهله بسيطه. غنمشيو بهاد الطريقه تنكملوا داك الصدر اللي عندنا. طريقه الغسيل راه معروفه، شويه الملحه، شويه الحامض ولا شويه الخل. الصدر ما كيبغيش الغسيل بزاف لانه بحال كيشرب داكشي، يعني بزاف دير عصروا عليه حامض وشويه الخل وتغسلوه بالماء بارد وتصفوه بالزربه باش ما يتحلش. كيتحل وكيولي بحال ديك لي المسكلات ديالو كيوليو محلولين، ما عرفتش كيتسموا مسك ولا فيبر ولا الله اعلم. المهم كيتحل داك الدجاج والسلام. صافي بعد ما صفيتو وغسلتو، هنا غندير شويه الملحه، ما نكثرش بزاف لانني غسلته بالملحه. غندير صويا صوص تقريبا شي 2 معالق كبار. غندير شويه ديال المهم اللي ما عندوش يدير غير شويه سكينجبير والثومه محكوكه. انا عندي هادو مطحونين بيست، درت معلقه كبيره ثوم وسكنجبير وزنجبير مطحونين. هنا كنديروا غير بياض البيض، لكن انا ديك البيضه جاتني صغيره، في الاخر كتخلي البيض صفر بجوج لانها صغيره بزاف، ما فيهاش البيض بزاف، خليتها كامله. هنا درت واحد 3 المعالق ديال النشا وحركت مزيان مع ديك البيضه وخليتهم. صافي كتخليهم ساعه ولا ساعتين ولا على كيفكم. انا حيت ديرها غير كميه قليله، كنديروا شويه الزيت في هاد في شي مقله ولا داك الهوك ولا فين بغيتو. صافي وكنبداو نقليوهم بالزربه، كيتقليو معنا لان النشا وداكشي كتعطيهم واحد الوجه مقرمش. هي زوينه وبسيطه وكتباع في المطاعم، شويه غاليه يعني. الاحسن ديروها لوليداتكم في الدار، ساهله ما كتطلبش شي حاجه بالنفس. هي تقدروا ديروها بالكروفيت بالروبيان، كتجي حتى هي زوينه. صافي كتشوف بهاد الطريقه، كتخليو على الوجه الاولاني واحد 3 ديال. المهم حتى يبدا كيتماسك معكم ويتحمر، وتقلبوا على الجهه الاخرى. صافي دابا غيبدا بدا كيتماسك من التحت، غنبدا نقلب فيه. ما كياخذش الوقت بزاف، تقريبا 3 دقائق كيكون مقلوب سالي. حتى في القليان ما ديروش الزيت بزاف تيولي غير كميه قليله، لان داك الزيت هو اللي غنستعملوه في القليان، وغناخذوا منه شويه باش نديروا به الرز اللي غنرافقوه معاه. صافي مني كيتقلى من هذا الوجه وهذا الوجه، كنهزوه ونخليوه في واحد المصفات بلا ما نوجدوا الاشياء اللي غتكون مرافقه معاه.
صافي داك شويه الزيت اللي عندنا في المقله غادي نقص منه النص، نخليه كما قلت لكم للرز اللي غيكون مرافق، والنص الثاني هو اصلا راه غير شويه، النص الثاني هو اللي غنكمل فيه الطبخه. صافي هنايا غنقطع شويه ديال الثومه وشويه ديال البصل الاخضر سبرينغ اونيون، كنقطعوهم شويه مزيان، ماشي كنحكوهم، كنخليهم طريفات. كتبغي كميه ديال الثومه شويه تكون زياده. هذا البصل الاخضر ضروري منه لانه الوصفه الاصليه كتكون بالبصل الاخضر. هنا غنوصلوا الصوص اللي غادي نطيبوا فيه الدجاج. درت واحد المعلقه ديال البابريكا، بابريكا العاديه، هي اصلا كتكون حاره، اللي بغى يدير الحاره يدير نص بابريكا حلوه ونص ديك البابريكا اللي كتكون حاره، ديك التحميره السودانيه ديروا منها هي شويه. درت واحد المعلقه كبيره ديال سكينجبير والثومه اللي هو جينجر وغارليك بيست، وغندير شويه الملحه لانني غندير صويا صوص، ما ديروش الملحه بزاف غير شويه. وغندير واحد المعلقه كبيره ديال السكر، اللي بغى يدير العسل يدير العسل. درت شويه من هذا الصوص اللي كيكون فيه الثومه، كيكون بحال كيتشاب مخلط مع الثومه. درت واحد 2 معالق ديال الكيتشاب، وغندير واحد 2 معالق ديال الصويا صوص. غندير 2 معالق ديال النشا، 2 معالق غير صغار ماشي كبار. صافي واحد العصره ديال الحامض، وواحد الكاس ديال نص كاس ديال الماء، غير باش نخلطوا الخليط ما يبقاش عندنا مع النشا غيتعلك. غندير واحد شويه ديال الفلفل الاسود على راس المعلقه، اختياري، اللي بغى يديرو يديرو، اللي مبغاش ماشي مهم. شويه ديال الماء، نص كاس. كما قلت لكم شويه الفلفل الاسود. هنا البنات تقطعت لي اللقطه. اولا حطيت الثومه هي الاولى حتى تحمرات شويه في داك الزيت، وحطيت على البصله الخضراء، عاد حطيت الدجاج. ديك اللقطه الاولى تحيدات. صافي كنخليو شويه داك الدجاج مع داك البصله والثومه حتى كياخذوا الطعم والريحه ديال الثومه. عاد غنزيدو داك الصوص ديال اللي صوبنا، كتجي حامضه وحلوه، ومهم كيجي فيها طعم مميز وزوين، طعم اسيوي. ديرها في القناه شحال من مره، ولكن درتها بالروبيان، درتها صافي. هنايا كديوها غير شويه، ديوها وتجيبوها وتزيدوا عليها تقريبا 2 معالق ديال الماء، وتخليو داك الدجاج يتشرب لاصوص. الا جاتكم ثقيله بزاف كتزيدوا 2 معالق ديال الماء. هي راه خصها تكون يعني تكون متماسكه، ماشي تكون جاريه لاصوص، تكون صافي غير يدخل داكشي ولا صوص يتقال معكم. كتكونوا موجدين نتوما سبرينغ اونيون ديالكم، بصل اخضر مقطعينه، وشويه ديال الجنجل المحمص. صافي كتكون هذه هي الطبخه، كتجي زوينه ورائعه ومميزه. يعني شويه مختلفه على الطبخ ديالنا، ولكن راه كتباع في المطاعم غاليه وزوينه صراحه، طعمها لذيذ كثير. صافي دابا ملي غنحط عليها داكشي غنوريكم داك شويه الزيت اللي بقى،
نطيب فيه الرز اللي غنرافق معاه. صافي كنحطوا ديك البصيله وديك الثومه حتى مع داك الزيت. ديك البصيله اللي بقات حتى هيايا كنديوها نجيبوها في داك الزيت. كنكونوا غاسلين الرز البسمتي القدر اللي يكفيكم. انا درت 2 اكواب صغارين مع شويه الملح. خاص الرز يجي مفلفل حبه على حبه ماشي يجي معجن. صافي 2 كؤوس كتعطيوهم الماء اللي يكفيهم، يعني تكون واحد تقريبا نص سنتيمتر ولا سنتيمتر طالع على الرز. كتحركوه كتخليوه حتى يغلى. كيبدا يبان لكم فيه داك الفقاعات كتنقصوا عليه اخر شيء وكتخليوه حتى يطيب. حتى هو كيجي زوين فيه نسمه البصل وداك داك الزيت ديال الدجاج. صافي وكترافقوه مع هاد الاكله. وكتكون هذه هي الوصفه ديال اليوم. كنتمنى تعجبكم، ولا عجبتكم ما تنسوناش من شير ولايك وسبسكرايب. تنقول لكم في امان الله والى الملتقى في فيديو جديد.